بسم الله الرحمن الرحيم. من نحن؟ وما الحقيقة التي نخفي وجودها؟ ومن هو ذاك الذي أتى من بلاد بابل ليزرع في عقول البشر ديانة خفية تمتد جذورها حتى يومنا هذا؟ أي عقل ذاك الذي كتب في فهرست الأمم أسراراً لا تقرأ إلا بلغة النجوم وحكمة الكهنة؟ أصدقائي، في هذه الحلقة لن نتكلم عن أسطورة مثل باقي الأساطير، ولن نسرد رواية تاريخية مثل بقية الكتب، بل نحن على أعتاب سفر زمني عبر القرون والحضارات لنكشف مكر جماعات سرية ونفضح ديانات مخفية ونكشف الحقائق كما لم تروى من قبل. أمامنا شخصية اسمها هرمس، قيل إنه نبي، وقيل حكيم، وقيل سيدنا إدريس، ولكن الواقع يقدم لنا وجها آخر كليا، وجها مخفيا ومموها لغرض خفي وهوية ماسونية غرست سمومها في كل الديانات والثقافات والحضارات. في الحلقة السابقة، والتي يمكنكم مشاهدتها من الرابط المثبت، كنا قد بدأنا معا فضح عقيدة هرمس وعلاقته بالفراعنة والمصريين القدماء، وكيف دس أفكاره وزين الخدعة. أما اليوم فسنغوص أعمق، سنعود بكم إلى بابل والنجف والكوفة، ونحلل النصوص والكتب والروايات، ونكشف لكم كيف تشكلت الماسونية الأولى وما هي مراحل تطورها حتى يومنا هذا. فهل أنت على استعداد لتسمع ما لم يقل؟ هل أنت جاهز لمواجهة حقيقة قد تهز معتقداتك وتغير نظرتك للتاريخ كله؟ لا تغادر، واركز معي. مرحلة ما قبل هرمس، الماسونية الأولى. في البداية كانت البشرية تبحث عن القوى الكبرى التي تدير هذا الكون، وفي زمن سابق لهرمس وجدت الماسونية الأولى، وكان أهلها يعبدون نجوما معينة، ومن أبرزها نجم الشعر اليمانية ومجموعة نجوم الجوزاء وأوريون. وهنا نتوقف عند قول الله تعالى: وأنه هو رب الشعرى، سورة النجم آية 49، إشارة ربما تكشف لنا كيف كان الناس يضلون ويعبدون النجوم، وكأن القرآن يصحح لهم مفاهيمهم. في الماسونية القديمة الشمس كانت الإله المطلق، وهذا ورد في كثير من كتب الباطنيين، حيث يقدسون نور الشمس ويرمزون له بالمنور الذي يكشف الحقائق. ولذلك لما أتى الله عز وجل برسالته دمر فرعون ومن معه، وقضى على أهل المعابد والبناء والكهان. وجاءت الآية تؤكد: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. سورة الروم آية 9. إذن نحن أمام تاريخ مليء بالعبودية للكواكب، وقد جاء في القرآن ما يكشف ذلك. فاتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. سورة الأعراف آية 148. العبادة للعجل كانت واحدة من أقدم ما تبنته الماسونية الأولى، والمدهش أنها ما زالت موجودة في بلاد مثل الهند بين أكثر من مليار بشر حتى اليوم. وقبل ما نبدأ الرحلة دي، اشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك كل الحلقات الجديدة أول بأول، وسيب لنا رأيك في كومنت لأن كل كلمة منك بتفرق. وخليك جزء من عالم هاروت، مش مجرد شخص عابر. احنا هنا بنفكر، بنسأل، وبنحاول نعرف الحقيقة حتى لو كانت مرعبة. مستعد؟ يلا بينا. بداية الماسونية الثانية وخروج هرمس من بابل. عزيزي المشاهد، كنا قد توقفنا في الجزء الأول عند نقطة مفصلية في تاريخ البشرية، وهي بداية انتشار العقائد الباطنية وتكون النواة الأولى لما نسميه اليوم بالماسونية الثانية. ولكن قبل أن ندخل في التفاصيل، لابد أن نفهم جذور الموضوع وخطورته. من بابل إلى النجف
صناعة الدين الباطني بعد أن أخذ بنو إسرائيل سبايا إلى بابل، العراق حالياً وما يعرف بالكوفة أو النجف. بدأت فئة منهم في إعادة صياغة الديانة والنصوص المقدسة بحيث تتناسب مع طموحهم في السيطرة، وبدأوا بتحريف التوراة، وهو ما أكده القرآن الكريم في أكثر من موضع، مثل قوله تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه، سورة النساء الآية 46. ومع هذا التحريف ألفوا كتابا جديدا يعرف بالتلمود البابلي، وهو في حقيقته قانون يهودي باطني يحمل مجموعة من الأفكار الفلسفية والسياسية التي تسير المجتمع من وراء الستار. ولم يكتفوا بذلك، بل ألفوا ما يعرف بقرآن علي، وهو نص مزعوم ادعوا أنه مقدس، بغية خلق دين جديد وصياغة وعي مماثل للإسلام، ولكن بعقائد منحرفة، وهو أمر يفترونه كذبا على سيدنا علي رضي الله عنه. بابل تتحول إلى مركز جنسي روحي. كان أول ما فعلته هذه الجماعة الباطنية هو تحويل المعابد في بابل إلى أماكن لمراسلة الجنس، فكانوا يرون أن مراسلة الجنس هي عبادة مقدسة تقربهم من الإله، وذكر ذلك بصراحة في الكتاب المقدس عندهم، حيث تسمى عاهرة بابل، وهو تعبير يدل على تمجيد الجنس كركن أساسي في الديانة. واليوم نرى هذا الوجود فيما يسمى زواج المتعة وجهاد النكاح وفكرة الطاقة الجنسية في بعض البرامج العصرية. العقيدة: الحلول والاتحاد الماسونية الثانية آمنت بعقيدة الحلول والوحدة، أي أن الإله يحل في الإنسان، وأن البشر قد يصلون إلى درجة الألوهية. وهذه العقيدة تجدها في الكبالة وفي الصوفية الباطنية وفي الهندوسية، وفيما يسمى حديثاً بقانون الجذب، وهي نفسها العقيدة التي تروج على أن العقل الكوني هو من يدير الكون، وقد يكون الكون هو الإله نفسه. أعوذ بالله. عبادة إبليس: إخفاء الحقيقة. وفي طور متقدم بدأوا يمجدون إبليس على أنه شخص عادي، وأنه ليس من الجن، وأن كل ما في الكون هو من جوهر واحد، وهذا نفي لوجود الجن وتكذيب للقرآن الكريم. كان من الجن ففسق عن أمر ربه، سورة الكهف آية 50. هنا تجد نفس العقيدة التي يتبعها الملحدون، والتي تستبدل الإله بالطبيعة وبالطاقة وبالكون العاقل. دخول هرمس إلى المسرح بعد أن ترسخت الماسونية الثانية في بابل. ظهر شخص غامض، ويرجح أنه حاخام يهودي من أصل يوناني يعرف بهرمس أو حيرام في بعض الكتب. سافر هرمس من بابل إلى مصر بدعوى أنه كاهن يملك العلم الكوني وأنه مقرب من الإله، فأقام في منطقة الأشمونين بمحافظة المنيا، وبنى لنفسه مدينة سميت بهيرمس أو حيرام. المصدر: دو بهاء الأمير في كتابه متون هرمس وكتاب الشمس. وفي زمن الإسكندر الأكبر حين غزا المنطقة غير اسم خيمنو إلى هيرموبوليس، أي مدينة هرمس، وجعل هيرموبوليس أي مدينة هرمس، وجعلها مركزا لعبادة الإله تحوت الذي زعموا أنه نفسه هرمس. ذكر هرمس في كتاب الفهرست. يقول العلامة ابن النديم في كتابه الشهير الفهرست عن هرمس: كان هناك ملك عربي يدعى الضحاك يملك أرض السواد أي العراق، وبنى مدينة على اسم كوكب المشتري، وجمع فيها العلماء، وبنى 12 قصرا تماثل أبراج السماء 12، وبنى 7 بيوت على عدد الكواكب 7، وجعل بيت كوكب عطارد لهرمس. وفي ذلك دلالة عظيمة على مكانة هرمس عندهم، وكيف جمعوا له العلم والسلطة في واحد. نتمنى من سيادتكم الاشتراك في قناة هاروت إكس
ومشاركة الحلقة مع أصدقائكم عبر الواتس أو الفيسبوك حتى ننشر الوعي ونستمر في تقديم المزيد إن شاء الله. شكرا لكم. Hold your breath. معقولة لحد دلوقتي لسه ما عملتوش اشتراك في قناة هاروت اكس؟ يلا اشتركوا حالا واعملوا كومنت. Take your breath. هرمس وبناء مصر الباطنية. في الجزء السابق تعرفنا على ظهور هرمس كأحد أوائل دعاة العلم الباطني، ورأينا كيف غادر بابل إلى مصر حاملاً معه فلسفة غامضة ورؤية للعالم تختلف تماماً عن التراث الإبراهيمي. والآن نخوض في الجزء الثالث، والذي سنكشف فيه كيف تحولت مصر القديمة إلى وكر للعقائد الباطنية، وكيف غزت أفكار هرمس المعابد والطقوس والسياسة أيضاً. هرمس التريسميجستوس، النبي أم الإله؟ ظهر في الكتب اليونانية والفرعونية اللاحقة اسم غامض يدعى هرمس تريسميجستوس، أي هرمس الثلاثي العظمة. سمي بذلك لأنه وفقاً لمريديه كان 1 نبياً، 2 فيلسوفاً، 3 ملكاً. وفي بعض الكتب يمجد على أنه إله العلم، وفي كتب أخرى يرمز له بتحوت، وهو الإله المصري للكتابة والحكمة. وفي كتاب متون هرمس يزعم أنه تلقى العلم من الإله العظيم في رؤيا، وأمر بأن ينقل الحقيقة الخفية للأقوياء فقط، وأن يكتمها عن العامة. وهنا تظهر ملامح العقيدة السرية التي أصبحت لاحقاً نواة الماسونية والكبالة. الأهرامات مركز الطاقة الروحية، وليس كقبر للملوك كما يروج البعض. ويروى أنه كتب على جدرانه: هنا يخزن سر القدرة للذي يعلم ولا يتكلم، وللذي يرى ولا يبصر. فصار الهرم بالنسبة لهم محوراً لطاقة كونية ومصدراً للإلهام الإلهي. ولذلك نقلت أفكار هرمس من مصر إلى اليونان، ثم إلى روما، ثم إلى الفاتيكان، وصار متون هرمس من أساسات السحر القديم. بداية التنظيمات السرية أتباع هرمس لم يظهروا باسم صريح في ذلك الزمن، بل بدأوا بتشكيل مجموعات سرية تتخفى في معابد العلم ورحلات التنوير ومدارس تسمى الغنوصية. هذه الغنوصية هي نفسها التي ستظهر بعد قرون باسم الماسونية. ما علاقة ذلك بالإسلام؟ في كتاب تاريخ مصر الإسلامية يشير العلماء إلى أن بعض هذه العقائد تسللت إلى المسلمين من طريق الفلسفة والصوفية وكتب العلم الغريب. مثال: فكرة وحدة الوجود التي نادى بها ابن عربي تشبه كلام هرمس بالضبط، وفكرة النور الإلهي الذي يسكن في الإنسان، وهي نفسها التي نجدها في عقد النورانية عند الماسون. خلاصة الجزء: هرمس كان الشخص الذي جمع بين السحر والعلم والدين في نظام واحد، والذي سيساهم في إقامة أول نظم سرية عالمية. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ومشاركة الحلقات مع أصدقائكم لتنشروا الوعي وتحاربوا الخرافة. شكرا لكم. Hold your breath. معقولة لحد دلوقتي لسه ما عملتوش اشتراك في قناة هاروت اكس؟ يلا اشتركوا حالا واعملوا كومنت. Take your breath. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين في رحلتنا المثيرة والعميقة لكشف أسرار هرمس والماسونية القديمة. وفي هذا الجزء نواصل التغلغل في أعماق التاريخ، حيث نكمل الحديث عن وصول هرمس إلى مصر، وكيف تحول إلى شخصية محورية في نشر الفكر الهرمسي
الذي سيصبح فيما بعد أحد أسس الماسونية الباطنية والفلسفات المنحرفة في العالم. بعد أن غادر هرمس أرض بابل، وصل إلى مصر واستقر في منطقة تسمى الأشمونين في محافظة المنيا الواقعة في صعيد مصر، وبسرعة نجح في السيطرة على أهالي تلك المنطقة، وأظهر لهم ما يمتلكه من معرفة وعلوم كونية وفلكية، وأدعى أنه نبي أو حكيم مرسل، وهو ما جعل سلطته تكبر ونفوذه يتسع. سميت المدينة التي سكنها باسمه، فأطلق عليها أهلها اسم هيرمس أو نحيرام، وهي التي تعرف اليوم بالأشمونين، وقد كانت في ذلك الوقت مركزاً دينياً هاماً في مصر القديمة، وكانت تعبد الإله تحوت، إله الحكمة والكتابة عند المصريين القدماء، وهو نفسه الذي زعم هرمس أنه تجسيد له. وقد ورد عن هذه الفترة ما ذكره الدكتور بهاء الأمير في كتابه متون هرمس وكتاب الشمس، أنه عندما احتل اليونان مصر في زمن الإسكندر الأكبر، غيروا اسم مدينة خمين المصرية القديمة إلى هرموبوليس، وكلمة بوليس في اللغة اليونانية تعني المدينة، فيصبح المعنى مدينة هرمس، وهي نفسها المنطقة التي استقر فيها وبنى نفوذه. أما المؤرخ ابن النديم فيقول في كتابه الشهير الفهرست إنه كان هناك ملك عربي يسمى الضحاك، وكان يملك أرض السواد العراق، وقام ببناء مدينة استمد اسمها من كوكب المشتري، وجمع فيها العلم والعلماء، وبنى 12 قصراً على عدد أبراج السماء، و7 بيوت على عدد الكواكب ال7، وجعل بيت كوكب عطارد لهرمس. ويضيف ابن النديم أن هرمس توجه بعد ذلك إلى مصر فملك أهلها وأظهر علمه بينهم، وفي ذلك تدليل على أنه استطاع أن يخترق سلطة الكهنة ويصبح أحد أعلى رموز الدين في البلاد. كان الكاهن في مصر القديمة يتمتع بسلطة ونفوذ كبيرين، ويعتبر نافذاً في شؤون المعابد، ومسؤولاً عن نقل التراث وتفسير الظواهر الكونية. فإذا وصل هرمس إلى هذه المنزلة، فهو قد أمسك بمفتاح العلم والسلطة الدينية في أكبر مراكز الحضارة الإفريقية. ثم تأتي نقطة مهمة في الروايات التاريخية، ألا وهي أن الإسكندر الأكبر عندما غزا بابل أخذ كل الكتب والمخطوطات المتوافرة هناك ونقلها معه إلى اليونان، وترجمها إلى اللسان اليوناني، ومن ضمنها كانت كتب هرمس، وقيل إنها أصبحت أساساً لما يعرف بعد ذلك بالفلسفة اليونانية الغنوصية. ومن بين أهم كتب هرمس التي ذكرت كتاب طول مفتاح النجوم، وكتاب تسيير الكواكب، وكتاب قسم تحويل سن المواليد، وهو أصل ما يسمى اليوم بحظ الأبراج، وكتاب عرض مفتاح النجوم، وكتاب المكتوب في أسرار النجوم، وفقاً لما ذكره أبو نباخت، وهو كاهن مجوسي عاش في زمن هارون الرشيد، فإنه كان أول من كتب عنها. Hold your breath. معقولة لحد دلوقتي لسه ما عملتوش اشتراك في قناة هاروت إكس؟ يلا اشتركوا حالاً واعملوا كومنت. Take your breath. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين في رحلتنا التي نغوص فيها في أعماق التاريخ المسرود، نتابع كشف ستار الحقائق التي تعمد كثير إخفاءها. وفي هذا الجزء نكمل التعرف على تطور الفكر الهرمسي وانتشاره، وكيف أصبح نقطة انطلاق لما يعرف اليوم بالماسونية الروحية التي تمتد جذورها في كل حضارات الأرض، من بابل إلى مصر، ومن فارس إلى أوروبا وما بعدها. بعدما استقر هرمس في مصر كما أشرنا في الجزء السابق، وبعد أن حصل على منصب ديني كبير يسمح له بالولوج إلى المعابد والمعارف،
بدأ في جمع البرديات وتسجيل العلوم التي كان يروج لها على أنها حكمة كونية منزلة عليه. وفي الواقع فإن هذه العلوم كانت مزيجا بين ما تعلمه في بابل وما حاول نسخه من المعارف المصرية القديمة، بعد أن بنيت له مدينة أطلق عليها هيرموبوليس، والتي تعني في اليونانية مدينة هيرمس. في هذه المدينة بدأ هيرمس يعلم تلاميذه ما أطلق عليه العلم الأسمى، وهو في الحقيقة علم ممتزج بالباطنية وبعقائد الحلول ووحدة الوجود التي نسبت فيما بعد للكثير من الفرق الصوفية المنحرفة، وكذلك للكبالة اليهودية والعقائد الهندوسية كما قد أشرنا سابقا. وفقا لما ذكره الإمام ابن النديم في كتابه الفهرست، فإن هيرمس كان له كتب عديدة، منها كتاب طول مفتاح النجوم، كتاب تسيير الكواكب، كتاب عرض مفتاح النجوم، كتاب قسم تحويل سن المواليد للدرجة درجة، وهو ما يشبه حاليا علم الأبراج والحظ اليومي، كتاب المكتوب في أسرار النجوم. وفقا للتراث الذي حفظه المؤرخون، فإن أول من كتب عن هيرمس كان كاهنا مجوسيا يدعى ابن نوبخت، وهو ممن عاشوا في زمن هارون الرشيد أي القرن الثاني الهجري. وقد نقل كثيرا من المعرفة الباطنية التي انتشرت بعد ذلك بين طوائف الفلاسفة وبعض فرق الشيعة وجماعات الإسماعيلية. يعتقد أتباع هيرمس وفيما بعد الماسونية أنه كان يملك المعرفة الكونية المطلقة، وبأنه يعرف أسرار السماء والأرض، وفي ذلك تغييب لقيمة الوحي وإحلال للعقل الكوني على حد زعمهم مكان الله سبحانه وتعالى. هنا ندرك أن كل هذه الأسس مبنية على نفي الغيب وإثبات أن الإنسان يمكن أن يكون هو الإله أو على الأقل جزءا منه، وهذا والله كفر صريح. في الحقيقة فإن فكرة أن الكون نفسه هو الإله أو أن الشيطان ليس إلا طاقة وجودية تعتبر من أخطر العقائد الباطنية، وقد تسللت إلى كثير من المذاهب الحديثة حتى في بعض أفلام هوليود والأدب الغربي. وفي كتاب متون هيرمس الذي يعتبره كثير من الباحثين نصا مقدسا عند الماسونية، نقرأ أن الروح الإلهية قد تجلت لهيرمس وعلمته كل شيء، وبثت فيه سر التجلي وقدرة التحكم في المادة وقراءة ما في القلوب، وهذا نفسه ما نقله كبار السحرة في كتبهم القديمة، وما يعرف اليوم بالقانون الكوني أو الوعي الكوني. في الواقع إن هذه الفكرة تتكرر بصور مختلفة، ولكنها تصب في نفس المجرى: سلخ الإنسان عن عقيدته وفصله عن التوحيد الخالص وإدخاله في عالم الشبهات والطاقات والفهم الباطني للدين. وفي النهاية نستطيع القول إن هيرمس ليس سوى شخصية غامضة استغلت في نشر فكر يتناقض مع كل الأديان السماوية، وقد أقحم اسمه زورا وبهتانا في الأديان لتضليل الناس وإظهار أنه نبي أو رسول أو إله حكيم، وفي ذلك تجرئة على الوحي والرسل، وأيم الله ما هي إلا مكائد الشيطان. في البداية يجب أن نوضح أن هيرمس لم يكن شخصا عاديا، بل كان يقدم في نصوصه القديمة على أنه علامة وحاكم روحي وصاحب سلطة ساحقة على العقول والمجتمعات. وفي أكثر من نص نسب إليه يقدم هيرمس على أنه يعلم الأناس أسرار السماء ويفسر لهم الحروف والرموز ويدير التقديرات الفلكية التي لا يعرفها إلا المختارون في زعمهم. ولا يزال الكلام في هذا الجزء مرتبطا بتاريخ مصر وبابل والفرس، فإنه عندما وصل هيرمس إلى مصر، وقد أشرنا في الجزء السابق إلى أنه أصلا من أرض بابل، أصبح له نفوذ روحي هائل، فتقبله المصريون على أنه كاهن عظيم يجيد قراءة اللغات والبرديات، وكانت له صلاحية الدخول إلى المعابد والحصول على كل ما فيها من أسرار. وبفعل هذه السلطة نجح هيرمس في أن يجمع نسخا كثيرة من البرديات ويرسلها إلى بابل،
ثم تم تحويلها في زمن لاحق إلى نصوص ينسب إليها كتابة ما يسمى بالمعرفة القدسية أو الكتابات الإسرارية. ويذكر ابن النديم كما قلنا في كتابه الفهرست أن هرمس كان يملك عدة كتب، منها كتاب طول مفتاح النجوم، كتاب تسيير الكواكب، كتاب تحويل سن المواليد إلى درجة، كتاب عرض مفتاح النجوم، كتاب أسرار النجوم. وكل هذه الكتب تدور حول أفكار فلكية ورمزية يراد منها السيطرة على قرارات الناس وتسيير حياتهم وتوجيهها تحت مظلة ما يسمى بالتقديرات السماوية. وفي هذا نفي لحرية الإرادة الإنسانية وتكريس لفكر الخضوع لقوى غامضة تدير الكون. وهنا نشير إلى نقطة مهمة، وهي أن هذا التوجه كان له صدى واسع في فارس بعد سقوط بابل، إذ أن الفرس خصوصا في فترة ما بعد زمن كسرى تبنوا العقائد الباطنية ومزجوها بالأساطير، ومن هنا ظهر ما يسمى في زمننا بالكبالة، وهي تفسيرات باطنية للتوراة. وهكذا نجد أن نفس الأسلوب تم تكراره: تسلل إلى المعابد، سرقة المعرفة، تشويهها، ثم تصديرها على أنها حكمة سرمدية، ثم تبني هذه المعارف شبكة من السلطة الروحية على الشعوب. وفي زمن الإسكندر الأكبر تتم النقلة الكبرى، حيث يغزو بلاد بابل ويأخذ كل الكتب القديمة وينقلها إلى اللسان اليوناني، ومن هنا ستعرف هذه الكتب في زمن لاحق بالمتون الهرمسية التي ستترجم إلى اللاتينية والعربية في العصور الوسطى. وبهذا يكون هرمس قد نجح، أو قل من انتحل اسمه، في زرع فكره في قلوب أجيال متعاقبة بذريعة الحكمة والتصوف، في حين أنه كان يؤسس لسلطة خفية تدير الدول والأفراد. أصدقائي المهتمين بكشف الحقيقة وتتبع خطى الأسرار القديمة والمعتقدات الباطنية، ها نحن نصل وإياكم إلى ختام الجزء الثاني من سلسلتنا عن حقيقة هرمس والفراعنة والماسونية، والتي قسمناها إلى 7 أقسام مفصلة وموثقة. وفي هذا القسم السابع والأخير من الجزء الثاني نفتح أمامكم نافذة التشويق لما سيأتي في الجزء الثالث المنتظر بإذن الله، والذي سنغوص فيه أعمق ونكشف أسرارا أعظم. لقد تتبعنا في الأجزاء السابقة خطى هرمس، الرجل الذي قيل إنه كاهن، حكيم، نبي، أو حتى إله حسب بعض المعتقدات الباطنية، ووضحنا كيف تم ربطه زورا بالنبي إدريس عليه السلام، وفضحنا التزوير الماسوني للتاريخ والأديان. لكن هذا لم يكن سوى البداية. في الجزء الثالث من سلسلتنا القادمة، والذي سيكون الأقوى والأخطر على الإطلاق، سنتناول معا بمشيئة الله ما يلي: من هو المهندس الأعظم المسمى الغامض الذي تطلقه الماسونية على من تؤمن به كخالق أو قوة خفية مدبرة للعالم؟ فهل هو الله عز وجل كما يدعون، أم أنه رمز شيطاني مقنع؟ وما علاقة هذا اللقب بالنجوم والأفلاك وأفكار وحدة الوجود الباطنية؟ وما موقع هرمس في هذا التصور؟ ما هو مثلث العظمة، الرمز المركزي في الطقوس الماسونية، العين التي ترى كل شيء داخل مثلث يعلوها النور وتحاط بأسرار؟ فهل المثلث يشير إلى الثالوث أم إلى عناصر الكون الثلاثة، الأرض والنار والهواء، أم أنه رمز محرف من العقائد المصرية القديمة؟ سنفكك لكم هذا الرمز ونظهر معانيه الحقيقية. دخول الماسونية إلى العصور الحديثة، كيف نجت الماسونية من الحروب والانهيارات؟ كيف تحالفت مع الممالك والدول بل وتحكمت فيها؟ ما علاقتها بالحروب الصليبية؟ وكيف تسللت إلى الخلافة العثمانية نفسها؟ ومن هو يهوذا بن شاؤول الذي اخترق الدولة العثمانية باسم الإسلام؟ وما علاقة حركة الدونمة بذلك؟ من التوراة المحرفة إلى وثائق حقوق الإنسان، كيف استخدمت الماسونية نصوصا دينية باطنية لصياغة مفاهيم الحداثة الغربية؟ وكيف دخل فكرها في أعماق الأنظمة السياسية والاقتصادية الحديثة؟ كيف بدأت مرحلة السيطرة على العقول، من سيطرة الكهنة في بابل إلى السيطرة على الإعلام في القرن 21، مرورا بالمطابع والمدارس والجمعيات الخيرية؟ كيف تحول هرمس من شخصية باطنية قديمة
إلى رمز داخل المناهج والجامعات. كل هذا وأكثر سنتناوله بالتوثيق الكامل في الجزء الثالث القادم من هذه السلسلة التاريخية. فإن كنتم حقا من الباحثين عن الحقيقة والمدافعين عن الهوية والواعين بما يحاك في الظلام، فلا تفوتوا الحلقات القادمة بإذن الله. وختاما نذكركم، نتمنى من سيادتكم الاشتراك في قناة هاروت إكس ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم عبر الواتساب أو الفيسبوك حتى ننشر الوعي ونستمر في تقديم المزيد إن شاء الله. كان معكم أخوكم هاروت. معقولة لحد دلوقتي لسه ما عملتوش اشتراك في قناة هاروت إكس؟ يلا اشتركوا حالا واعملوا كومنت. ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل. وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.